شنو رأيكم إذا قلت لكم إنه ترك اللقاح ضد الإنفلونزا ممكن يدخلكم أنتم أو شخص تحبوه للمستشفى؟ أدري يمكن يبين هذا الكلام مبالغ به، بس كطبيبة شفت هالشي يصير أكثر من اللي تتخيلوه. بكل موسم إنفلونزا يجي عدد من المرضى ويسألوني: دكتورة صدق أحتاج اللقاح؟ أو أكو ناس يقولون أنا صحتي زينة وما جتني الإنفلونزا قبل، أو يقولون سمعنا إن اللقاح أصلا ما يشتغل. ودائما أقولهم نفس الشي: ما يحتاج غير إصابة واحدة قوية بالإنفلونزا حتى توديك الواحد للمستشفى. معكم دكتورة بتول، طبيبة عامة أشتغل في ملبورن أستراليا، وبهذا الفيديو راح أشرح لكم معلومات حقيقية عن اللقاح الإنفلونزا، منو يحتاجه، شلون يشتغل، شنو يقول العلم، وشنو الأعراض الجانبية اللي ممكن تصير. خلي نبدأ. شنو هي الإنفلونزا؟ الإنفلونزا هو مو بس زكام عادي، هو فيروس معدي جدا ينتشر بسهولة ويقدر يسبب أمراض خطيرة، خصوصا للناس اللي عندهم مشاكل صحية أو مناعتهم ضعيفة. الأعراض مثل الحرارة، قحة وتعب، بس الإنفلونزا ممكن توصل للالتهاب الرئوي، الجفاف، أو حتى فشل بأعضاء الجسم، خاصة عند الأطفال، كبار السن، أو الناس المصابين بأمراض مزمنة. مع الأسف كل سنة مئات الآلاف يدخلون مستشفيات، وعشرات الآلاف يفقدون حياتهم بسبب الإنفلونزا حول العالم. ولأن الفيروس دائما يتغير كل سنة، اللقاح لازم يتحدث سنويا. شلون يشتغل اللقاح؟ تقدرون تفكرون باللقاح على أنه تحديث سنوي لمناعة جسمكم. كل سنة العلماء يشتغلون حتى يعدلون اللقاح حسب أنواع الفيروس اللي راح تنتشر غالبا. اللقاح يحتوي على فيروس ميت أو مضعف ما يسبب إنفلونزا، هو يساعد الجسم يبني ذاكرة مناعة حتى يكون جاهز يدافع إذا تعرض للفيروس الحقيقي. اللقاح فعلا فعال. فعالية اللقاح تختلف من سنة لسنة، عادة تتراوح بين 40 إلى 60% حسب تطابقه مع الفيروس اللي ينتشر. بس حتى لو ما منع الإصابة كليا، يقلل من شدة المرض، ينقص احتمال الدخول للمستشفى، يسرع الشفاء، يحمي من مضاعفات خطيرة مثل التهاب الرئة أو الجلطات القلبية. وبالأطفال يقلل خطر الوفاة بسبب الإنفلونزا بأكثر من 50%. الأعراض الجانبية أو شنو ممكن تتوقعون من الإنفلونزا فاكسين. الأعراض الشائعة هي ألم أو حمار مكان الإبرة، وجع عضلي بسيط أو حرارة خفيفة، إحساس بالتعب نادرا بس ممكن تصير صداع، غثيان، وتختفي خلال يوم أو يومين. ومثل أي دواء أكو احتمال بسيط جدا يصير رد فعل تحسسي أقل من 1 بالمليون. وأكررها: اللقاح ما يسبب إنفلونزا. أي الأعراض خفيفية بعدها معناها جهازكم المناعي دا يتفاعل. خلي نصحح أشهر مفاهيم الغلط عن اللقاح الإنفلونزا. أول نقطة: اللقاح يسبب الإنفلونزا، هذا الشيء غلط. اللقاح يحتوي على فيروس ميت أو مضعف. التعب والألم شيء طبيعي ومؤقت بعد اللقاح. النقطة الثانية: أكو ناس تقول أخذت اللقاح السنة الماضية وهم مرضت. ممكن تصابون بس بشكل خفيف لأن اللقاح خفف الأعراض. النقطة الثالثة: جتني الإنفلونزا قبل يعني صرت محصن. الإنفلونزا تتغير كل سنة، والمناعة القديمة ما تحمي من النوع الجديد. النقطة الرابعة: الناس تقول أنا صحتي زينة ما أمرض، ليش أخذ اللقاح؟ هذا أكثر جملة أسمعها من الناس، بس الواقع حتى الشخص السليم ممكن يتعب بشكل خطير من الإنفلونزا. تقدرون تنقلون الفيروس بدون ما تحسون. واللقاح مو بس لحمايتكم، هو يحمي المجتمع كله، يحمي الأطفال، الحوامل، الناس المصابين بأمراض مزمنة، أهلنا الكبار. فتأخذ اللقاح أو لا، سهل نستهين بالإنفلونزا ونفكر بها مثل زكمة قوية، بس الواقع هو إن الآلاف الناس حتى الشباب والصحاح يدخلون مستشفيات أو حتى للعناية المركزة. إذا أنت مؤهل أخذ اللقاح، إذا مو متأكد اسأل طبيبك. وإذا كان عندكم أي سؤال حول اللقاح اكتبوه بالتعليقات، وإن شاء الله نشوفكم بالفيديو القادم.